عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد ارتفاع أسعار اللحوم ارتفاع جنوني جدا، بقى في جزارين كتير بقوا يبيعوا اللحمة بالقطع، بقى اللي بيبيع قطعة أو قطعتين زي ما انت عايزة تروحي تاخدي القطعة منه. القطعة بقى بتعمل 20 30 جنيه 40 جنيه على حسب وزن القطعة. وطبعا هم بيعملوا كده مراعاة لظروف الناس، فبيقطعوا قطع وبيوزنوها وبيحددوا سعرها، والناس بتروح تشتري بقى اللي هي عايزاه. فانا قلت ليه بقى ما نعملش البلوبيف؟ احنا مش محتاجين للبلوبيف غير قطعه لحمه واحده. بصراحه انا ما اشتريتهاش، هي كانت موجوده عندي في التلاجة، فانا قلت اخد منها قطعه عشان نعمل بيها البلوبيف، عشان اي حد ما عندوش لحمه ممكن يشتري قطعه ويعمل بيها البلوبيف. هنعمل ان شاء الله البلوبيف النهارده بطريقه جديده وجميله جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بس الاول نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب قطعه اللحمه ايا كان وزنها بقى، القطعه اللي معايا دي ما تعديش ال 150 جرام، بس اهم حاجه تجيبي معاها قطعه دهنه صغيره او قطعه ليا صغيره. وهقول لك لو ما لقيتيش قطعه الدهنه تستبدليها بايه. دلوقتي انا معايا معلقتين بالظبط من الدهنه، معلقتين بالظبط من الدهنه وفرمام او بشرام بالمبشره زي ما انت شايفه كده. لو ما عرفتيش بقى تجيبي حته الدهنه دي، لان طبعا الراجل عمره ما هيديلك معلقه دهنه. المهم تروحي جايبه معلقه سمنه بلدي حلوه كده وتروحي حطاها معاكي في الطاسه. احنا بقى هناخد دلوقتي الدهنه اللي معانا وناخد قطعه اللحمه اللي معانا وناخدها على البوتاجاز وهنشوف هنعمل فيها ايه. يلا بينا نروح على البوتاجاز. هناخدها بقى على البوتاجاز، وانا كمان معايا على البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين كده اللي عملته في اول الفيديو، اللي هو عباره عن كوبايه ميه، بصلايه صغيره، وكمان بنجرايه صغيره قطعتهم 4/4 وحطيت عليهم كوبايه ميه. حطيت معاهم ورقه لورا، حطيت معاهم عودين قرنفل، حطيت معاهم 2 كبابه صيني، شويه فلفل اسمر، شويه كزبره، ورقه لورا، بس هو ده اللي حطيته معاهم. هسيبهم بقى يغلوا خالص لحد البنجر والبصل ما يستووا معانا. اما بالنسبه بقى للحمه فانا خدت اللحمه شوحتها تشويحه محترمه في معلقه الدهنه اللي محطوطه فيها. وزي ما قلت لك لو ما عندكيش دهنه او ما عرفتيش تجيبي قطعه الدهنه، يبقى معلقه سمنه بلدي محترمه كده وتحطيها فيها. المهم شوحتها كويس جدا ورحت مديالها كوبايه ميه صغيره، سبتها تشرب كوبايه الميه لحد ما نشفت بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. كده خلاص اللحمه كده معايا تمام. تعالوا بقى ناخدها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. بعد ما جبنا اللحمه بقى اللي متشوحه معانا زي ما انت شايفه متشوحه كويس جدا، ودي الدهنه اللي نازله منها، هي شربت الميه اللي انا حطيتها لها دي دهنه بس. وطبعا احنا عارفين ان البلوبيف لازم يكون فيه دهون، لان الدهون دي هي اللي بتديله الطعم الجميل. هنجيب بقى الميه اللي احنا حطيناها على البوتاجاز اللي كان فيها البنجر والبصل والتوابل. وطبعا زي ما قلت لك لو مفيش دهون يبقى لازم معلقه سمنه بلدي كبيره كده عشان تدي الطعم المميز للبلوبيف بتاعك. بعد كده بجيب معلقتين كبار من الجيلاتين النباتي، معلقتين كبار. بصراحه ربنا هو المفروض تحطي 3 4 معالق عشان يربط معاكي في البلوبيف، بس جيتوا في الحقيقه انا ماليش في الجيلاتين قوي، يعني بصراحه ما بحبوش، مع انه ولا ليه طعم ولا ريحه ولا لون، بس بصراحه انا ما بستظرفوش قوي، فعشان كده بحط منه قليل. لكن لو هتعملي حطي منه 3 4 معالق كده عشان يربطوا معاكي كويس. المهم الجيلاتين النباتي ده بتجيبيه من عند العطار، وهو ماده ربط محترمه جدا وبتديكي نتيجه كويسه جدا. بعد كده بقى ناخد الخضار اللي معايا، صفيت الميه بتاعته بمصفى لان طبعا في توابل، والتوابل كده انا مش عايزاها، انا خدت النكهه اللي فيها وخلاص. حسيت ان البصلايه والبنجرايه كتار على حته اللحمه اللي معايا، فرحت شايله منهم ربع، شلت ربع البصلايه وربع البنجرايه. بعد كده جبت الخلاط فضيت فيه اللحمه اللي معايا، وبصراحه الطاسه كلها بهريز فاستخسرتها، رحت فضيت فيها الميه بالخضار ورحت كمان مرجعهم تاني على الخلاط. وطبعا لازم تكوني متاكده ان اللحمه والخضار اللي معاكي يكونوا بيردوا جدا عشان طبعا ما ياثروش على الخلاط. بعد كده بقى نجيب معلقتين الجيلاتين اللي معانا بعد ما نكون اتاكدنا انهم دابوا. بعد كده نحطهم بقى في الخلاط وناخد الخلاط ونضرب الخليط بتاعنا كله، بس خلي بالك ما تضربيش قوي علشان ما تعمليهوش عصير، انا عايزه يبقى باين فيه فتافيت كده من اللحمه عشان تحسي بطعم البلوبيف. بعد كده انا ما كنتش حطيت لسه ملح، حطيت ملح وفلفل اسمر وبابريكا، لان انا مش هحط الوان صناعيه، انا معايا البنجر ومعايا البابريكا، كده اللون بتاعي يطلع تمام قوي، مش محتاجه اي الوان صناعيه او اي الوان اضافيه من بره. هديله بقى ضربه كمان كده عشان ادوب فيه الملح والفلفل والبابريكا زي ما انتوا شايفين. بعد ما ضربته الخليط معانا اهو، نشوفه بقى كده بالمعلقه. بصي الخليط، شايفه القطع اللي فيه؟ شايفه القطع دي اللي هتدينا طعم اللحمه، اللي هتخلي طعم اللحمه باين في البلوبيف واحنا بناكله. احنا بقى ندوقه كده، طعمه تحفه بجد، طعمه جميل جدا.
يعني ما تعصريش، ما تزوديش عليه الضرب عشان ما يتعملش معاكي زي العصير. هو برده يبقى طعمه بلوبيف، بس لما يبقى خشن شويه طبعا هيبقى اجمل، وهيديكي طعم البلوبيف اللي بتجيبيه جاهز من بره. بعد كده بقى هجيب علبه تلاجة وافرد فيها كيس عشان ننزل عليها البلوبيف، واجيب بقى اي بواقي في الخلاط. ما تسيبيش اي بواقي في الخلاط، خساره اي فتفوته تسيبيها، دي لحمه ما تسيبيش فيه اي حاجه. تاخدي بقى الخليط دون كده وتفرديه بالكيس وتحطيه بقى في التلاجة. طبعا انت لو مكتره الجيلاتين هتحطيه في التلاجة قيمه نص ساعه يكون مسك نفسه بقى زي الفل. طبعا عشان انا مش مكتره كمان الجيلاتين فيه، فانا حطيته في الفريزر مده نص ساعه كده عشان بس يمسك نفسه شويه، عشان اعرف اقطعه واوريه لكم. زي ما انتم شايفين بعد ما طلعته من الفريزر ما خدش طبعا نص ساعه، ما خدش وقت اصلا في الفريزر لان الجيلاتين هيجمد فيه على طول. زي ما انتم شايفين البلوبيف، وبصوا بقى القطعه بتاعته عامله ازاي، والخشونه اللي احنا سايبينها كمان في الضرب، يعني ما ضربناهوش قوي، تحس ان هو قطع لحمه زي البلوبيف اللي بتجيبيه من بره بالظبط. وطبعا انت مش محتاجه تحطيه في الفريزر خالص، انت بس زودي معلقتين جيلاتين كمان عليه وحطيه في التلاجة عادي جدا. بعد كده بقى نقطع منه شويه ونسويهم نطبخهم بقى زي ما انت عايزه بقى تعمليه بصلصه، عايزه تعمليه ببيض. انا قطعت بقى بصلايه وقرنين فلفل كده وهشوحه فيهم على طول. تعالوا معانا كده على البوتاجاز ونشوف هنعمل فيهم ايه. وزي ما انتم شايفين البلوبيف طعم قد ايه وجماله قد ايه، جميل جدا. يلا بينا. انا جبت بقى على البوتاجاز بصلايه صغيره ورحت مشوحاها مقطعاها جوانح كده زي ما انتم شايفين وشوحتها. هنزل بقى عليهم باي حاجه بقى موجوده عندك، فلفل الوان، فلفل حامي، فلفل رومي، الفلفل اللي موجود عندك اللي بتحبيه اعملي بيه الخلطه دي. وكمان معاهم طماطمايه كبيره كده ورحت مقلباها، واديت لهم بقى رشه ملح، رشه ملح بس. انا عندي في البلوبيف كل التوابل، مش محتاجه اي توابل احطها معاهم. انا حاطه في الميه بتاعه البلوبيف اللي احنا عملنا فيها البنجر والبصل، حاطه فيها قرنفل، وحاطه فيها كباب صيني، وحاطه فيها فلفل اسود، وحاطه فيها كزبره، وحاطه فيها حبهان ولورا، يعني فيها جميع التوابل اللي منكيها البلوبيف ومخلياه مية مية، يعني مش محتاجه اي توابل تاني. فهنا مش محتاجه احط غير رشه ملح بس عشان الخضار اللي معاه، عشان الخضار اللي معايا بس يتحي. نزلت بقى عليهم بالبلوبيف اللي معانا وقلبته تقليبه صغيره كده. زي ما انتم شايفين البلوبيف شكله بجد تحفه وطعمه بجد خطير، واللي هياكل منه عمره ما هيتخيل انك عاملاه في البيت. اقسم بالله ما يعرفوا ان انت عاملاه في البيت من جماله، لانه زي الطبيعي بالظبط، زي اللي انت بتجيبيه الجاهز في العلب بالظبط. العلب اللي العلبه النهارده يعني عدت ال100 جنيه وزياده شويه كمان. تعالوا بقى نشوفوا كده، شايفين الخلطه بتاعتنا الجميله اهي. تعالوا بقى نقدمها. مش لازم كل حاجه نعملها في البيت، لكن لما يكون في ايدينا ان احنا هنعمل حاجه في البيت زي اللي بنشتريها جاهز من بره بالظبط واوفر بكتير علينا وانضف، خلاص نعملها في البيت. ايه المشكله؟ هنوفر على نفسنا. وهو العيد داخل علينا وان شاء الله تبقى عندنا لحمه كتيره، ممكن ناخد قطعه كده ونجرب فيها. جربيها، ولو عجبتك وعجبتك الوصفه ما تنسيش تدخلي قناتي تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك. وعيد اضحى مبارك علينا وعليكم يا رب.